هي العاصمة، حاصدة الرقم القياسي من ألقاب تتوج فيها يوما تلو الآخر. فبعد أن نصبت قبل أعوام كعاصمة للصورة والثقافة العربية، ها هي تعتمد هذا العام لتكون مدينة للإعلام العربي. فإيمانا بأهمية القضية الفلسطينية وضرورة تمركزها كمحور للإعلام العربي، أقر مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته 47 باستحقاق القدس اللقب، خاصة بعد تفاقم هجمة التهويد الشرسة بحقها وتصاعد وتيرة الأحداث فيها مؤخرا. تكون القدس عاصمة للإعلام العربي، هذا إشي كثير مهم يعني لحد النهاية، يعني إنه نحن العرب مطلوب منهم إنه دائما يسلطوا الضوء على القدس وما يجري على الساحة المقدسية، وهذه القرارات مهمة للقدس. كونه المعركة معركة إعلامية، يعني صفت بالنهاية يعني فعلا معركة إعلامية بيننا وبين الاحتلال. وكرسالة لتآخي السواعد والالتفاف حول مآسي القدس، تصدر القرار دعوات رسمية لتشكيل رابطة لاتحادات ومنظمات عربية من شأنها تفعيل حراك عالمي يواجه انتهاكات الاحتلال ويفضح ممارساته المتعمدة بحق الصحفيين والمؤسسات الفلسطينية، إلى جانب توفير شبكة أمان عربية تحتضن الإعلام الفلسطيني وتستثمر لتطويره. تبني وزراء الإعلام العرب لهكذا موقف دون خطوات عملية ودون استثمار حقيقي في الإعلام في مدينة القدس. هل نحن بحاجة إلى تصريحات إضافية داعمة للقدس؟ أعتقد الأمر في تكرار للمواقف المعروفة للعالم العربي تجاه القدس إذا لم يكن هناك استثمارا حقيقيا في مجالات الإعلام المختلفة. وبين يأس بعض المؤسسات الإعلامية من مثل هذه الوعود واحتمالية إبقاء القرار حبرا على ورق دون أي نتائج ملموسة، يتمسك البعض الآخر بالمقترحات الموضوعة، لا سيما تخصيص وكالة تعنى بشؤون القدس وتنشر هموم قاطنيها وويلاتهم، كما توحد المواد الإعلامية المنقولة عنها في الوكالات العربية كافة. بجهود ومحاولات خجولة لدعم قضية القدس وأهلها، توجت هذه المدينة بنبراس عاصمة الإعلام العربي كبارقة أمل، وإن كانت رمزية لغاية الآن، إلا أن الفلسطينيين يعولون عليها لنجدة حقوقهم وإعلاء روايات قد تنصفهم في المنابر الإعلامية العربية والدولية. لبرنامج القدس، ياسمين أسعد، قناة الغد، القدس المحتلة.